المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. المزارعون في مديرية حمل المال يحصدون ثمار جهودهم الحثيثة. إشادة بدور سكان مديرية نقفة الفعال في التصدي لغزو الجراد. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحسم عقوبات مالية. 28 شخص ألقوا حتفهم في نيجيريا جراء انقلاب صهريج محمل بالنفط. ومناورات القوات المشتركة 2020 تنطلق في أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 24 من سبتمبر في مراكز العزل بإقليم القشبركة أظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، وكان 3 من بين المصابين الخمس في مركز العزل بمنطقة مكوتي، ومصابان في مركز العزل بمنطقة أديبرا. وقدم جميع المصابين خلال الأسابيع الماضية من السودان بطريقة غير نظامية. في غضون ذلك شفي 21 مصابا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم القشبركة وسرحوا إلى منازلهم. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 369 إصابة، شفي منها 330 إصابة، ولا يزال 39 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 24 من سبتمبر 2020. أفاد مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية حمل المالو بإقليم عنسبة بأن جهود المزارعين الحثيثة أدت إلى وقاية المحاصيل بنسبة 90% من الآفات والحشائش الضارة، وبلغت مرحلة مبشرة. وناشد السيد عند برهان في التوضيح الذي أدلى به لوكالة إيرينا، ناشد المزارعين لمتابعة مزارعهم التي بذلوا فيها جهودا حثيثة ل5 أشهر متتالية، ورعاية المحاصيل الحقلية من الآفات الزراعية والجراد والأمطار المتلفة للحصاد، وعدم الابتعاد عن مزارعهم حتى جمع المحصول. وأضافت المعلومات التي أدلى بها بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت بانتشار واسع بنسبة أكثر من 364 ملم، إضافة إلى جهود المزارعين الجبارة، ساعدت في نجاح المحاصيل الحقلية. وذكر السيد عند برهان بأن أوضاع الإنتاج والبذور في مديرية حمل المالو يختلف من منطقة إلى أخرى من حيث نسبة هطول الأمطار وخصوبة التربة، وأن ضواحي ليبناه ووازنتت وحمل مالو هي المناطق التي تنتج حصادا وفيرا سنويا، فيما تعد ضاحيتي أجرباب وقزقزاب من المناطق التي تتميز بحصاد إنتاج متوسط. وأشار إلى أن ظاهرة الجراد في المديرية تم السيطرة عليها بالتعاون بين المواطنين وأعضاء قوات الدفاع المرابطين في مختلف مناطق المديرية والمهنيين الزراعيين دون أن توقع أي أضرار. وفي الختام قال السيد عبد برهان أن وزارة الزراعة تقوم بتقديم الدعم اللازم موزعة خبراء زراعيين في المناطق، داعيا المزارعين للإبلاغ الفوري كعادتهم لأقرب خبير لديهم وكذلك للإدارات. وتشير مستندات مكتب الزراعة في المديرية بأن 9 ضواحي في مديرية حمل المال شهدت هذا العام زراعة مساحة 5180 هكتارا بالدخن، و2058 بالذرة الشامية، و1352 هكتارا بالفول، و400 هكتار بالداغوشا. ضمن الجهود الحثيثة الجارية للتصدي لغزو أسراب الجراد الصحراوي، ساهم سكان مديرية نقفة في التصدي لأسراب الجراد التي أتت إلى المديرية من إقليم عنسبة عبر مديرية أفعبت ومنطقة نارو. وقال مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد محمد صالح محمد علي لوكالة إيرينا أنه بفضل الاستعدادات الجيدة المسبقة وأعمال السيطرة العالية بالتنسيق بين المهنيين والإدارات والمواطنين وأعضاء قوات الدفاع تم القضاء على أسراب الجراد دون أن توقع أضرارا
أثرا على المحاصيل والثروة القابية والمراعي. من جهته أشار مدير مديرية ناقفة السيد يعقوب إدريس إلى عدم القضاء على ظاهرة أسراب الجرائد في المديريات المتاخمة لمديرية ناقفة، لذلك ظلت تقوم الإدارة بالمتابعة الجادة باستمرار. يذكر بظهور الجرائد في مناطق اندلال وماريت ومعات وأبولو وبيان وحراس حرماز في مديرية ناقفة. شهدت منطقة هبرو طعدة في مديرية هبرو بإقليم عنسبة تقدما ملموسا في تطور الخدمات الصحية نتيجة حملات التوعية المكثفة الجارية تأمينا لصحة المجتمع، حيث بلغت نسبة التطعيم 95% وخدمات العناية قبل وبعد الولادة 90% والولادة إلى 95%. وذكر السكان معاناتهم السابقة لكونهم كانوا ينقلون المرضى والحوامل من منطقتهم إلى بلدة عريتاي، إلا أن افتتاح مركز صحي في منطقة ساعد في الحصول على خدمات صحية عن قرب، مما أدى للتقليل من مشاكلهم. وأشار مسؤول المركز الممرض حامد عثمان إلى أن المركز يقوم إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بعقد سمينارات صحية تنويرية خاصة في أهمية النظافة البيئية ومكافحة الأمراض، وساعد ذلك في انخفاض الأمراض المعدية وخاصة الملاريا. وقال الممرض حامد أن الغرف الأربع في المركز تسهم كثيرا في تأمين صحة الحوامل والأطفال، إلا أنه يتطلب إيجاد حلول لقلة الأسرة من أجل تقديم خدمات صحية ناجعة وتوفير خدمات سيارة الإسعاف. هذا يقدم مركز هبروت عداء الصحي الخدمات لمناطق مزرة وهبروت إليم وقبقب ولابا وقبو. أفاد خبراء الزراعة والسكان في مديرية أرعتا بأن المواشي في المديرية توجد في وضع جيد بفضل الخريف الماطر وتوفر العلف والمياه الكافية. من جهته أوضح مدير المديرية السيد هبتآب قبرآب بأن الأمطار التي هطلت في المديرية بنسبة 339 ملم والسيولة التي عقبتها ساعدت في تنمية المراعي والثروة القابية لتحصل المواشي على العلف الكافي عن قرب. وقال فيما يتعلق بصحة أن البيطريين يقومون بالمتابعة الجيدة، لذلك يسهم إنتاجها في تلبية متطلبات المديرية وخاصة بلدة طيعو. وأوضح السكان بأن الجمال والضان والماعز هي أكثر المواشي المنتشرة في المديرية، فيما تشهد الأبقار ازديادا مضطردا من حين لآخر، وأن الأوضاع الحالية الجيدة ساعدتهم في التخلص من المتاعب. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة تزايد أعداد النعام والغزلان والظباء من فترة لأخرى. قدم دعم مالي بأكثر من 444 ألف نفر المحتاجين في مناطق حدش عدي وقوش وهمري وهمارب وربتو بضحيتي حدش عدي وشعب سلبة بإقليم عنسبة. وبموجب المعلومات التي أفاد بها مراسل وكالة إرنا، وزع في منطقة حدش عدي 271 ألف نقفة، وفي منطقة قوش 74,800 نقفة، وفي منطقة همري همارب 59,390 نقفة، وفي منطقة ربتو 39 ألف نقفة. في غضون ذلك ساهم الإريتريون في أوبلا السويدية وضواحيها ب69,620 كورونر سويدي، إضافة إلى تبرعاتهم السابقة لتنمية صندوق التصدي لفيروس كورونا المستجد. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غودلاك جوناثان من باماكو أن دول المنطقة المنظمة قد تحسم الجمعة القرار بشأن رفع العقوبات التي فرضت على مالي في أعقاب انقلاب 18 من أغسطس العسكري. ومن المقرر أن يقسم باهندا واليمين رئيسا انتقاليا وهو عسكري سابق اختير لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض من بعدها نقل السلطة إلى مدنيين. واشترطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رفع العقوبات بالمبادرة على وجه السرعة لتعيين مدنيين في منصبي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء الانتقالي.
الانتقالي. ويعتبر المجلس العسكري الحاكم باهنداو مدنيا، ويعود إليه تعيين رئيس الوزراء وفق خطة المرحلة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري، وهو ما يعتقد أنه لن يتطلب أكثر من بضعة أيام. وأرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد جودلاك جوناثان الرئيس السابق لنيجيريا والوسيط بالأزمة إلى مالي من أجل تقييم التقدم المنجز من جانب المجلس العسكري لتلبية مطالب المنظمة. قتل 28 شخصا في وسط نيجيريا في حريق نجم عن انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود على طريق مزدحم، بحسب ما أعلن رئيس الدولة محمد بخاري. وقال بخاري في بيان أن مقتل 28 شخص وهو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب البلاد. وأعلنت السلطات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مكابح الشاحنة تعطلت، وأن سائقها فقد السيطرة عليها، مما أدى لانقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمر في المكان. وأفادت وسائل الإعلام أن الحادث وقع على طريق سريع في مدينة لوكوجا عاصمة ولاية كوغي، مشيرا إلى أنه شاهد ما لا يقل عن 9 جثث متفحمة. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن في إعداد القتلى تلامذة وعابري سبيل. ونيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا تشهد باستمرار حوادث مرورية مماثلة تتسبب بها في أحيان كثيرة خطورة الطرق وافتقارها إلى الصيانة. انطلقت مناورات القوات المشتركة 2020 في منطقة ميكولا لايفيسكا جنوبي أوكرانيا، وتستمر المناورات حتى 25 من سبتمبر الجاري، ويشارك فيها 12 ألف جندي و700 مركبة عسكرية تابعة لعدة دول في حلف شمال الأطلسي الناتو. وأفاد وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران أن تزامن مناورات بلاده مع مناورات قوقاز 2020 والتي أطلقتها روسيا يهدف إلى إظهار استعداد أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قد أجرى جولة تفقدية إلى المنطقة قبيل المناورات. وفي 21 من سبتمبر أطلقت روسيا مناورات القوقاز 2020 في منطقتي شمال وجنوب القوقاز. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.